السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الوصفة ديال اليوم هي تورتة أو تارت اللي كتجي راقية هماوية رائعة. صايبتها بمناسبة العيد الأضحى إن شاء الله. غدا العيد وصايبتها للعائلة ديالي. كتجي رائعة. صايبتها بالفواكه الحمراء، بلا جينواز اللي كتجي خفيفة بثلاثة ديال المكونات اللي كتجي سهلة وناجحة بدون محسنات بدون خميرة. بقاو معايا المهم باش تشوفوا معايا الطريقة والمقادير بكل التفاصيل. نخليكم وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. اول حاجة غادي نصايبها هي لا جينواز. كما قلت لكم كنصايبها بثلاثة ديال المكونات كتجي رائعة وخفيفة. عندي هنايا 5 ديال البيض اللي كيكونوا بحرارة المطبخ. كنوضعهم في الدراب. كنضيف ليهم ساشي ديال الفاني. ساشي ديال الفاني كيبقى فقط باش نسمو، يعني يمكن لكم تستغناو عليه. صايي كنطلع هاد البيض كنخليه حتى كيبقى كيعطيني هاد الرغوه او هاد الكشكوشه، وكنبدا كنضيف السكر تدريجيا. بالنسبه لخمسة ديال البيضات كنوضع فيهم 190 غرام ديال السكر حبيبات. كيكون نفس القياس ديال الدقيق الابيض، يعني 5 ديال البيضات كنديروا ليها 190 غرام ديال السكر و190 غرام ديال الدقيق الابيض بدون خميره بدون محسنات، وكيجي رائع وناجح 100%. هنا كنزيد في الفيتاس وانا كنضيف السكر تدريجيا باش نحصل على واحد لا مورينغ اللي كتكون شاده راسها وبيضه بحال الثلج كما غتشوفوا معايا في لا فيديو. هنا كنحاول ننزل داك السكر اللي بقى من الفوق باش هكذا كلشي يضرب مزيان. صايي هنا من بعد ما تضرب مزيان كنحصلوا على هاد المنقار ديال الوازو. كيجي بهذا الشكل. لا مورين كتجي طالعه وكتجي رائعه. هذا هو السر باش تنجح معكم هاد لا جينواز. ضروري ما تطلعوا بيض البيض مزيان مع السكر باش تجي لا باغاي او باش يجي القوام ديالها كريمي وقابض فراسو. صايي هنايا شعلت للروبو غير باش نضيف باش نخلط هاد الاصفر ديال البيض. هنايا 5 ديال الصفر ديال البيض اللي فرزتهم. كنبقى كنوضع وحده مورا وحده حتى كنكملهم كاملين. بالنسبه للضراب كيكون يعني غير واحد ميم با 30 سكوند، يعني واحد 30 ثانيه غير يتخلط او يمتزج مع ابيض البيض ونطفي عليه، يعني ما نخليوهش يخدم بزاف باش ما يطيح ليناش هذا القوام ديال ابيض البيض. كما شفتوا معايا القوام هذا هو اللي حصلت عليه. هنا غادي نبدا كنوضع الدقيق الابيض اللي سبق لي وغربلته تدريجيا على 3 ديال الدفعات ولا 4 ديال الدفعات، شويه بشويه، وانا كنطلع في لاسباتول من التحت من الفوق بهذه الطريقه. هنا غير زربت الفيديو باش ما يجيش طويل، يعني كنديروها غير بالمهل هاد المرحله هكذا باش ما نطيحوش لاباري ديال بياض البيض اللي سبق لينا وطلعناها، وفي نفس الوقت كنمزجوا الخليط ديالنا غير بالمهل. هنا من بعد ما كنبقاو نطلعو نهبطو يعني في هذا القوام ديالنا حتى كيمتزج، كنكملوا الكميه ديال الدقيق اللي تبقات لي، ومن بعد غادي تشوفوا الطريقه اللي غادي نخدم بها، يعني من الوسط لبرا، يعني نضرب السباتول ديالي من الوسط بهذا الشكل ونخرج على برا، حيت كما كتشوفوا الدقيق كيبقى في الوسط. يعني الا بقينا كنضربوا من الجنب ونخرجوا للجنب الاخر غيبقى لينا الدقيق في الوسط هكاك مكتل. يعني هاد الطريقه كتجي ناجحه، وهذا هو القوام اللي حصلت عليه كيجي ثقيل بهذا الشكل. هنايا خديت واحد المول اللي كيتحل، وضعت ليه ورق الزبده، دهنته بشويه الزبده ولصقت ليه ورقه الزبده من الجوانب. كنوضع الخليط ديالي. هنا بالنسبه للمول ديالي يمكن لكم ديروا 18 سنتيم الا بغيتوها عاليه بزاف وتجي صغيره في الحجم، ولا ديروا 20 وكتجي عريضه وكتجي طالعه شويه. هنايا الفران مسخن على 170 درجه من التحت ومن الفوق، نخليوها حتى كطيب وكتحمر على خاطرها. كنديروا هاد الطريقه ديال العود السنان كندوزوه هكذا باش يعطينا الشكل ديال السطح ديالها مساوي، يعني ما تديرش القبه هاد لا جينواز.
هنايا خدالي الوقت ديال 45 دقيقة باش طابت لي وجات على هذا الشكل. ضروري ما تدخلوا واحد السكين ولا واحد العود باش تشوفوها باللي نشفات مزيان من الداخل. هنا من بعد ما خرجتها خليتها غير واحد 5 حتى ل6 دقائق يعني ترجعات صايي، وكنبدا نديموليها كما كتشوفوا معايا. السطح ديالها راه ما دارتش كاع القبه، يعني بقات مسطحه مساوي السطح ديالها، وكتجي هشيشه وكتجي رطيطبه تبارك الله. طلعات بهذا الشكل. هنا غادي نخليها حتى تبرد تماما، وغادي نغلفها بالسيلوفان ونوضعها في الثلاجه من الاحسن ليله كامله. انا هنايا ما غاديش نخلي لها ليله كامله حيت مزروبه انني نخدمها. هنايا من بعد ما وضعتها في الثلاجه غادي نمشي نخدم الكريمه ديالي. عندي هنايا 250 غرام ديال جبنه الماسكربون، يمكن لكم تعوضوها بفيلادلفيا. وعندي هنايا 40 سنتيلتر ديال الكريمه اللي تكون بارده، 35% من الماده الدسمه، يعني اللي كتطلع ديال الباتيسري هنا كتكون بارده. وبالنسبه للسكر هاد الكريمه راه ما كتكونش حلوه. غادي نضيف من بعد نيستلي او الحليب المركز المحلى. هنايا غادي نوضع واحد الساشي ديال الفاني غير باش ننسم بها. في حاله ما كانت عندكم الكريمه حلوه فلا داعي انكم تضيفوا السكر. هنا من بعد ما تقريبا طلعت نص ديال الفوليوم ديال الكريمه، عاد في هذه المرحله عاد نقدر نحلي بنيستلي عفوا. هنايا هاد القريعه او هاد لو تيوب عندي فيه غير 300 غرام، انا غادي ندير غير نصف الكميه، وكتبقى بطبيعه الحلاوه على حسب الذوق. انا وضعت غير النصف باش ما تجينيش حلوه بزاف. صاي كنخليها تزيد تضرب واحد شويه. في حاله ما عندكمش نيستلي يمكن لكم تعوضوا ب3 ديال الملاعق كبار ديال السكر الناعم ولا 4، كيبقى على حسب الحلاوه اللي تبغيو. صاي من بعد هنا ما طلعت لي الكريمه كما كتشوفوا معايا، راه ما طلعتش بزاف، يعني ما خليتهاش كتطلع حتى تولي مرمله. حاولت غير بهذا القدر صايي. هنا غادي نوضعها في واحد لو بوش او في واحد الجيب الحلواني باش يسهل عليا نخدمها. وهنا الجينواز ديالي من بعد ما بردات قطعتها ل3 ديال الاجزاء. كما قلت لكم من الاحسن تخليوها ليله كامله، انايا قطعتها غير من مور واحد 2 سوايع. وهنايا عندي الحليب باش غادي نسقيها. هنايا عفوا الكريمه ديالي درتها في الجيب الحلواني. وهنا عندي الكولي ديال الفواكه الحمراء. هنا عندي الفواكه الحمراء كانت مجمده وصايبت بها هاد الكولي. من غادي نبدا نمونطيها غادي نقول لكم كيفاش خدمتها. هنا خديت واحد السوبور ديال الكيك. خديت اول قطعه ديال الكيك هي اللي كتكون في الوجه، هي اللي كنديروها في القاعده. كنسقي بشويه ديال الحليب، نحاولوا ما نسقيوش بزاف باش ما تجيش رطيبه بزاف وما تهبطش لينا الكيكه. هنايا غادي ناخذ الكريمه نوضعها في الجوانب على 2 ديال الدورات، عاد كنوضع الكولي في الوسط بهذا الشكل. فبالنسبه للمقادير ديال هذا الكولي ديال الفواكه الحمراء يمكن لكم تستعملوا الفواكه الحمراء اللي كتكون مخلطه بحال اللي استعملت انا، او يمكن لكم ديروا غير الفرامبواز بوحدو ولا غير الفريز بوحدو. انا هنايا استعملته كيكون مجمد. درت واحد الكميه صراحه ما عبرتهاش، درت عيني ميزاني وضعتها في كاسرونه وضعت عليها شويه ديال السكر باش تجي شويه حلوه. انا ما درتهاش حلوه بزاف، كنبغي داكشي يكون ايكيليبري في المذاق، ما نبغيش الحلاوه بزاف، يعني نتوما كتحكموا في السكر كما بغيتو. وضعت كميه ديال السكر وخليتها حتى بدات كتغلى، عاد طفت ليها النار، طحنتها مزيان في واحد الطحانه او في المولينكس. ومن بعد صفيتو من هادوك لي غران او ديك الزريعه اللي كتكون في الفرامبواز باش ما تعطيناش الحموضه في هاد لوكولي. ومن بعد حتى بردات وخديت واحد 4 كاس ديال الماء او نص كاس ديال الماء وضعت فيه 2 معالق كبار ديال النشا ووضعتهم على هاد الكولي وضعتهم على النار حتى عقادت. عاد وخليتها بردات، عاد بديت كنصايبها في الكاطو ديالي. وهنايا كما كتشوفوا معايا من بعد ما طلعت الطبقات بقيت كنسقي لاجينواز ديالي بالحليب وكنوضعها وكندير طبقه ديال الكريمه وكندير الكولي في الوسط. وهنايا في الطبقه الاخيره كنوضع القليل من الكريمه. هنايا الطريقه اللي صايبت ديال الكيك، صايبته تقريبا بحال الكيك اللي ما كيكونش تقريبا مغلف كامل، يعني كنديروا غير واحد الطبقه ديال الكريمه من الجوانب وطبقه خفيفه من الفوق بهذا الشكل. صاي من بعد ما قديتها كنمسح الجوانب ديال البلاطو ديالي وكندخلها للثلاجه كتشد فراسها مزيان وعاد غادي نزينها.
هنا من بعد ما قبضت في راسها خديت هاد القمع ديال لو بوش، ودعت هاد الشكل وبديت كنزين بالكريمه اللي تبقات لي بهاد الطريقه. يعني التزيين كيبقى اختياري من الفوق. وفي الوسط كنوضع الكميه ديال لوكولي ديال الفواكه الحمراء اللي تبقات لي كتزيين اخر من الفوق في الوجه ديالها. كما كنقول لكم التزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم تضيفوا بعض القطع ديال الفواكه الا عندكم الفواكه كتكون طريه كتزينوها من الفوق، وكيبقى كل واحد والذوق ديالو. هنا كنبدا كنساوي هاد لوكولي من الفوق او هاد المربى. يمكن نقدر نقولوا له المربى بالعربيه. وهنايا كندير بعض القطرات هكذا في الجوانب، وكان هذا هو الشكل ديال لا تارت ديالي بالفواكه الحمراء. هنا وضعت واحد الديسان او واحد الشكيل من الفوق كيقول عيد مبارك، ومن هذا المنبر كنقول لكم عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والهنا ولا لا يحرم حتى شي مسلم من فرحه العيد. وكنشكركم لتتبعكم لا فيديو حتى الاخير. الى عجبتكم هاد الوصفه ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك باش تتوصلوا بكل جديد، وخليوا لي التعاليق ديالكم الجميله اللي كتحفزني. خليت لكم الراحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.